كده نشرب شاي بلبن ايه حكي كلام مهم قوي. عارفين دي جواها في ايه؟ دي جواها اصغر سبيكه في العالم، اصغر سبيكه دهب في العالم. تعالوا اوريها لكم. سؤال: كام حد بيتفرج عليا دلوقتي دخل جمعيه ومعرفش ينجز بيها حاجه ابدا، ما عملش بيها اي حاجه مفيده، ما عملش بيها اي حاجه مهمه، وطول الوقت الفلوس دي كانت بتطير وبتتصرف؟ انا طول الوقت كنت كده، طول الوقت كنت بقبض جمعيات في اوقات انا مش فارقه بالنسبه لي قوي، وكنت بدخلها يعني ايه من باب التشالنج، يعني ان انا بقى ايه بحاول ان انا اتشالنج نفسي ان انا احوش فلوس او ايا كان. يعني الواحد مش طول الوقت عايز يصرف كل اللي في جيبه، يعني مش صح. ف كانت بالنسبه لي دايما فكره الجمعيه دي فكره فاشله، واكتشفت بقى مؤخرا كمان ان هي بتبقى منظوره، يعني بيبقى ناس كتيره جدا عارفه عنها، اللي داخلين وغير اللي داخلين، وبتبقى كوميونيتي كامله عارفه عن الجمعيه دي. ف يعني ما بيبقاش فيها بركه. يعني الواحد لازم ما يتكلمش عن ماله، كمسلمين المفروض نبقى يعني ديسكريت في القصه دي. بس الجمعيات دي بتبقى على المشاع، كل الناس عارفة كل حاجة عنها. فبالنسبة لي دي بصراحة يعني اوت بقى خلاص. يعني انا فكرة جمعية دي خلاص بالنسبة لي مش واردة، يعني انا مش حباها بصراحة. فقررت ان انا يعني هعمل بديل لفكرة الجمعية دي، وهي ان انا هعمل جمعية مع نفسي. طب انا هعمل جمعية مع نفسي ازاي؟ مش هحوش الفلوس بقى كل شهر واشيلها على جنبه كده، لان دي حاجة مستحيل تحصل. حاجة يعني الفلوس دايما بيطلع لها عفريت، يعني دايما بيطلع لها سبب عشان تتصرف. خلاص، فأنا كسيولة وكفلوس مش هخلي معايا. طيب ايه اللي انا هعمله بديل لفكرة الجمعيات عشان اقدر ان انا احافظ على تحويشي المبلغ معين، بحيث ان انا وقت ما احتاجه خلاص افكه، وتبقى الفلوس معايا سايلة، واحطه فعلا يعني اوظفه فعلا في الحاجة اللي انا محتاجة ان انا اعملها. انا بالنسبه لي الحل هنا، شايفين دي اصغر سبيكه انا بقولكوا عليها. دي تقريبا وزنها 0.1، يعني العشرة من دي حوالي جرام دهب. تمام. لو كل شهر بنشتري واحده من دول، اوكي هقولكوا سعرها ايه. لو كل شهر بنشتري واحده من دول، بعد 10 شهور اللي هي تقريبا بتبقى نفس مده الجمعيه، هيكون معاكوا 10 من دول يعني جرام دهب. خلاص، اللي هي برضو نفس القيمه اللي ممكن تكون قيمه جمعيه. ده لو فرضا انتوا بتخشوا جمعيه ب 500 جنيه. طيب لو انتوا مش بتخشوا جمعيه ب 500 جنيه، بتخشوها ب 1000، ب 1000 ونص، ساعتها ممكن لو انتوا مثلا بتخشوا ب 1000 ونص، ساعتها ممكن ما تشتروش دي وتشتروا السبيكه الربع جرام. السبيكه الربع جرام برضو تمنها تقريبا في حدود ال 1400 جنيه، وهتقدروا ان انتوا كل شهر يكون معاكم ربع جرام في ربع جرام في ربع جرام، يعني على اخر ال10 شهور هيبقى معاكم 2 جرام ونص. فطبعا 2 جرام ونص برضو ده مبلغ كويس جدا، مش وحش خالص. وتقدروا برضو على اخر السنة لو هو سعره زاد، والتوقعات العالمية كلها بتقول ان سعر الذهب هيزيد، يعني هيزيد وهيزيد بشكل مبالغ فيه، يعني الفترة اللي جاية، يعني ده على مستوى العالم كله. كده كده حافظتوا على قيمة الفلوس بتاعتكم، وعندكم حاجة تقدروا ان انتوا في اي وقت تبيعوها، ويبقى معاكم سيولة تعملوا اللي انتوا بقى ايه عايزين. فانا بالنسبة لي السبايك دي ايا كان وزنها ايه، لو هي من اول 0.1 ايا كان المبلغ اللي معايا ايه، انا هحول المبلغ اللي معايا ده لسبيكة، و هحوش بالطريقة دي. طيب دي تمنها ايه؟ دي تمنها دلوقتي 620 جنيه. يعني كل شهر انا هحوش 620 جنيه، وعلى اخر السنة هيكون معايا 10 من دول. هو السعر طبعا بيتغير شهريا على حسب سعر الذهب، يعني هو مش سعر ثابت، ولكن هو بيبقى يعني في الرينجات القريبة. يعني انتوا حتى لو اشتريتوا دي غالية، اللي فاتت اشتريتوها رخيصة بقى تمنها غالي، فاهمين؟ فالاستثمار في الذهب دلوقتي ده حتى لستات البيوت اللي مصروفهم مش كبير، او اللي حتى البنات مثلا اللي في سن جامعة او ايا كان، وعايزين يعملوا حاجة لنفسهم، عايزين يحوشوا او كده وبياخدوا مصروف، برضو يقدروا عن طريق السبائك دي ان هم يحوشوا. طيب دي سعرها 620 جنيه، لما تيجوا تبيعوها هي مصنعيتها 120 جنيه، ودي لان هي اصغر سبيكة. لو جبتوا حاجة اكبر من كده، او قدرتوا ان انتوا تحوشوا مبلغ اكبر شوية من كده، يعني مثلا لو ربع جرام او كده، بتبقى المصنعية اقل بكتير. بتاخدوا كاش باك 60 جنيه عليها. يعني انا مثلا لو اشتريت دي ب 620، قدام حبيت ابيعها مثلا، لو السعر الذهب ما زادش، لو فرضا سعر الذهب ما زادش، هتبقى ب 560 جنيه.
بس هو في اغلب الاوقات ولو بعد 10 شهور هي فعلا يعني السعر فعلا بيزيد بقى، يعني هو السعر بينط كده سنويا، بينط نطة مش قليلة يعني. فهيبقى سعرها اكتر بكتير من ال620 جنيه اللي انتوا دفعتوه. بس فدي طريقة التحويش عن طريق السبائك الذهب، وان احنا نستبدل الجمعيات بالفكرة دي هتكون احسن بكتير جدا من لو سبتوا المبلغ زي ما هو كاش وقيمته قلت. في فكرة تانية كمان برضو للبنات اللي هم مثلا عايزين يلبسوا حاجة ذهب، مثلا عايزين يشتروا قطعة جولري ذهب او كده، بس ما معهمش مثلا ان هم يشتروا او ايا كان. نفس الطريقة، لو كل شهر مثلا لو انتي سي مثلا عايزة تجيبي حاجة مثلا وزنها جرام او نص جرام، اوكي، لان في انسيالات كتيرة وزنها نص جرام، في كمان 0.3، وفي حاجات كتيرة ممكن تلاقي خاتم وزن جرام مثلا او كده. فلو انتي مثلا في دماغك ان انتي عايزة تشتري حاجة دهب، او ان انتي تحوشي فلوسك يعني في دهب او كده، بس في نفس الوقت تلبسيه، عارفين اللي هو المثل الرايج بتاع زينة وخزينة، هي نفس الفكرة. هتحوشي برضو كل شهر كده المبلغ الصغير ده اللي مش هتحسي بيه، لانه يعني 600 جنيه دلوقتي بيطيروا يعني، ما لهمش خالص، ما يعني ما تعرفيش تملكيهم ابدا، يعني دول بتمن تقريبا 2 كيلو بانيه يعني ما ف هتحوشي كل شهر واحدة من دول كده لغاية ما تيجي بعد ال10 شهور تقدري ان انتي بقى تستبدليهم بحاجة بقى ايه على ذوقك. وممكن، لان خدي بالك دي بتبقى عيار 24، ممكن وقتها لما تيجي تشتري ممكن تشتري حاجة جرام ونص عيار 18، او ممكن تشتري مثلا حاجة جرام وربع عيار 18، لان في فرق في السعر ما بين دي وما بين العيار ال18. عيار 18 ارخص ودي اغلى شوية، فدي ممكن دي هتعوضك المصنعية بتاعت الحاجة اللي انت هتشتريها، وفي نفس الوقت ممكن تجيب لك وزن اعلى شوية. فدي بصراحة فكرة هايلة جدا لأي حد عايز يعني يلبس ذهب بس مش قادر ان هو يشتري، لانه مبلغ صغير كل شهر اللي بيفيد معاه مثلا، او ما بيقدرش يحوش اكتر من كده. فدي دايما فكرة حلوة قوي. سؤال بقى، مين اللي بيبيع السبائك دي او نشتريها منين؟ في كذا اوبشن. اول حاجة هم ليهم مقر في الصاغة، يعني هي شركة كبيرة ومعروفة وليهم مقر في الصاغة، ليهم صفحات على السوشيال ميديا كلها تقدروا ان انتوا تتواصلوا معاهم، تعرفوا مين الموزعين المعتمدين بتوعهم عشان ما تشتروش من اي مكان وخلاص. وكمان حاليا تجار الفضة، لانه كمان سبائك الفضة بقت رايجة قوي، بس انا شخصيا ادي برايورتي للذهب. يعني انا الاول اشتري ذهب لان ذهب مضمون اكتر، وبعد كده ابقى افكر بقى ايه في الفضة. ده رأيي انا الشخصي، ممكن يكون تفكير محدود بس ده يعني ارتياحي انا الشخصي. تمام. السبائك دي ممكن تروحي عند حد بتاع فضة تكوني انت عارفاه واثقه فيه وكده، وتوصيه على سبيكه مثلا من دي، تقولي له انا كل شهر عايزه اخد منك سبيكه، سبيكه نجم الدين دي اللي هي البوينت 1، لو انتوا مثلا قررتوا ان انتوا هتستثمروا في المبلغ الصغير ده. اغلب التجار بتوع الفضه بيبقوا رايحين جايين على الصاغه، فسهل جدا بالنسبه لهم ان هم يشتروا حاجه زي دي. بلس كمان السيوله بتاعتها بالنسبه لهم مناسبه، يعني هي سعرها رخيص، فهو بالنسبه له كده كانه باع فضه، يعني باع الذهب بسعر الفضه او مكسب الفضه اللي هو كده كده بيعمله. فسهل جدا ان انتوا تاخدوا حاجه زي كده او تلاقوها او يعني تعرفوا تشتروها من حد. زي ما قلت لكم برضو ارجعوا للشركة، بعتوا لهم على الواتساب على السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتهم، اسألوهم مين الموزعين المعتمدين ليهم في الأماكن اللي انتم متواجدين فيها، المكان اللي انتم عايزين تشتروا منه اسألوهم مين الموزع المعتمد اللي ممكن اشتري منه، وروحوا كلموهم اعملوا معاهم ديل، قولوا لهم انا كل شهر مثلا عايزة اجي اخد منكم حاجة زي كده. بس ده يعني دي أأمن حاجة عشان ما يتعرضوش لأي نوع من أنواع النصب أو الاحتيال أو كده.